ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللول. النهارده هنعمل لكم حاجه حلوه جدا في الجو الحر ده. هنعمل ايس كريم. عملت معاكم قبل كده اكتر من نوع ايس كريم بالفاكهه الطبيعيه، وكمان عملنا معاكم ايس كريم الفانيليا وطلع روعه جدا. للامانه كل الناس اللي جربته شكرت جدا فيه. ايس كريم النهارده هنعمله فانيليا وخوخ. يلا نشوف عملناه ازاي، وازاي طلع معانا بالطريقه دي، وازاي عملناه بنفس الماتيريال اللي احنا بنشتريه بيها من بره. يلا نشوف هنعمل ايه وايه المكونات بتاعتنا. بس يا ريت ما ننساش لايك وشير وتعليق حلو ليوميات حنان. وما ننساش لو انت اول مره تشوفي قناتي اعملي سبسكرايب للقناه. هنبدا بسم الله. معايا حبه خوخ حلوين كده مستويين، مقشراهم، منهم جزء مقشر وجزء بالقشر بتاعه علشان يبقى معايا زي الجاهز بالظبط. هقطعهم واحطهم في التلاجة يجمدوا. معايا بقى اللي عمل الايس كريم كوبايه لبن بودره، ومعايا كوبايه كريم شانتيه، ومعايا كمان كوبايه حليب، و3 معالق سكر. ومعايا البولات طبعا بتاعه الايس كريم اللي انتي حابه تشتريها عادي براحتك خالص. ومعايا معلقتين نشا كبار. يلا نسمي بسم الله. هناخد الفاكهه بتاعتنا ونحطها في الفريزر، وبعد ما طلعناها من الفريزر ضربناها في الخلاط لحد ما بقت معانا عصير تقيل كده من غير اي سوائل، علشان يبقى معاكي الايس كريم ممتاز. هنا بقى بقولك ما تنسينيش في اللايك والشير والتعليق الحلو منك. خلاص كده ضربنا دول على جنب. هنجيب بولة فاضية هنضيف فيها كوباية من الحليب السايب، اي اللبن عندك، وهننزل عليها. لازم طبعا نحضر الكريم شانتيه الاول والكريم الفانيليا، يعني ايس كريم الفانيليا. جبنا بقى كوباية لبن وعليهم كوباية لبن بودرة، او طبعا تقدر انت تحط الباكت اللي هو الكيس الصغير ده لو انت هتعملي كمية صغيرة. ضفت عليها 3 معالق من السكر ومعلقتين نشا، قلبتهم على البارد وهنرفعهم على البوتاجاز علشان نعمل ايس كريم الفانيليا. عايزة اقولك لو انت عندك عسل جلوكوز يستحسن ويفضل ان انت تضيفي عسل جلوكوز. ضيفيه منه معلقتين كبار ما يعادل نص كوباية، واستبعدي السكر. هنرفعهم بقى بعد ما قلبناهم كويس على البارد، نرفعهم على البوتاجاز لحد ما يتقلوا معانا. وبعد ما يبداوا يتقلوا معاكي لازم تضيفي الفانيليا في الوقت ده علشان تبقى النكهه بتاعته قويه جدا. ما تضيفهاش في البدايه علشان ريحه الفانيليا ما تضيعش منك انتوا بتحركيها على النار. بما ان هو ايس كريم فانيليا يبقى لازم تضيفي الفانيليا، ما تستغنيش عنها. تمام. هنا تقل معايا هجيب ان انا لازم ابرده علشان هنزل بيه على الكريم شانتيه. لازم ابرده فضفته في بوله تانية وهركنه على جنب. هنا بقى هنحضر الكريم شانتيه بتاعنا. هجيب كوبايه من اللبن السائل يكون متجمده، يعني تكون ساقعه جدا، واضيف عليها كوبايه من الكريم شانتيه. طبعا الكميه دي انا مش بجبرك عليها، لا، اي كميه انت حابه تستخدميها تقولي بنفس اللي انا هقولك عليه. يعني مثلا لو كوبايه وانت حابه تستخدمي نص المقدار، حطي نص كوبايه لبن على نص كوبايه كريم شانتيه. تمام لحد كده. حتى الكريم شانتيه لو تقيل لو خفيف منك مفيش اي مشاكل، لو تقيل برضو جامد برضو مفيش اي مشاكل. انت كده كده لسه هتضيفي عليه الفاكهه اللي انت ضربتيها في الخلاط. هنا جهزنا الايس كريم اللي احنا عملناه، اللي هو زي المهلبيه كده، اللي حضرناها على البوتاجاز وسبناها تبرد. هنزل بيها على الكريم شانتيه وهقلبهم كويس جدا. طبعا تقدري تقلبيهم بالمضرب عادي اللي انت اشتغلتي بيه وعملتي بيه الكريمه، او بمضرب سلك عادي، او بالمعلقه. اهم حاجه ان هما يمتزجوا كويس جدا مع بعض. بس نصيحه مني ان انت ما تضيفيش الخليط اللي انت جهزتيه على البوتاجاز السخن وهو لسه سخن على الكريم شانتيه، علشان ما تخربش منك وطعمها ما يبقاش ظريف. هتقلبيها كويس جدا بعد ما تبرد، علشان كده احنا فضيناها في بوله علشان تهدى معانا. هنا كانت جهزت معانا الايس كريم والخليط اللي احنا عملناه بالكريم شانتيه والمهلبيه. هجيب بقى البولات بتاعتي كده، يعتبر ان ايس كريم الفانيليا خلص، وكمان معايا الخوخ. الخوخ ده معلهوش كريم شانتيه، يعني فاكهه بس ومتجمده ومضروبه في الخلاط. هتضيف عليها كريم شانتيه بقت ايس كريم. هجيب بقى البولات بتاعتك دي بتشتريها من عند اي سوبر ماركت، و... وال... وحاجه كمان بتشتريها برضو الباكت منها ب20 جنيه، في تقريبا 100، اللي هي بتبقى العصايه الخشب اللي ماسكه الايس كريم. تمام، بتاعت الميجا والانواع التانية دي والعاديه. هنا بقى جبت حبه من الخوخ اللي انا ضربته في بوله، وهضيف عليهم حبه من الكريم ايس كريم الفانيليا اللي معايا، اللي هو موجود عليه اللي انا ضفت عليه الكريم شانتيه. تمام.
او كريم شانتو. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بيهم على الايس كريم الفانيليا. هنا في اول بولة انا كبيت على طول كده، فلقيت ان هو امتزج ببعض مع ان الاتنين تقال، فكان ينفع ان انا اعمل منهم طبقات. فقمت بقى مجربة في تاني بولة. تمام. بصوا لما بتحطوه بالراحة بتلاقوه عادي بقي طبقات. تقدري طبعا تعملي اي فاكهة بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ان الخوخ اصلا مش حلو قوي زي باقي الفاكهة بالنسبة لي. يعني مثلا المانجا انا عملته بالطريقة دي كانت خرافة، الموز كان حلو جدا، الفراولة روعة. الخوخ مش مستحب خالص بالنسبة لي، مع ان الخوخ ده حلو يعني، نوع حلو جدا مسكر قوي، وكمان عامل زي التفاح كده، حاجة حلوة قوي. فالمهم اي فاكهة عندك تقدري تعمليها بالطريقة دي. كده الايس كريم بتاعنا جهز. هنا بقى معايا حبة من غير كريم شانتيه، هضيف منهم برضو في البولة. عارفين البولات دي بتاعت ايس كريم اصلا، بتاعت الدولسي. فضفت عليهم من كل الانواع اللي معايا، اللي هو الخوخ من غير كريم شانتيه من تحت، وضفت الخوخ اللي انا حاطه عليه كريم شانتيه، وحطيت عليه جنب كده اللي هو الفانيليا. على فكرة الدولسي احنا بنشتريه بنفس الشكل كده، بس بيكون معمول بالقمع اللي انا وريته لكم في الاول. لو الفاكهة معايا كانت متجمدة قوي كانت هتعمل نفس الشكل الحلزوني. دي العصير اللي انا بقول لكم عليها الخشب، بتتباع الكيس ب20 جنيه، في حوالي 100. تمام، رخيصة جدا. تجيبيها منين؟ بتجيبيها من العتبة. كل المستحضرات دي تقدري تجيبيها من العتبة، للجماعة اللي قاعدين في مصر طبعا في القاهرة. هدخلهم بقى التلاجة، هيقعد 6 ساعات في التلاجة يجمد. انا حطيتهم بالليل وجيت الصبح رحت مصورة الفيديو. تمام كده خرج معايا. تقدري طبعا عشان تطلعيه من العلبة دي هتطلعيه ازاي؟ انا اول واحدة، تقريبا اول واحدة، آه فتحت الحنفية بتاعت السخان سخنة ودلقت عليها حبة مية من بره فخرجت على طول. التانية بقى رحت مجربة، رحت ماسكاها يا دوبك كده ان انا ايديا كانت سخنة، فحركتها عليها كده فلقيتها طلعت على طول. تمام. بصوا هو متجمد بطريقة حلوة جدا وزي الايس كريم بامانة اللي احنا بنجيبه من بره. هنبدأ بقى ان احنا نخرجه واوريكم شكله. وعايزة اقول لكم بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو ما تنسونيش في لايك، علشان هو اللي بيرفع الفيديو بتاعنا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم والوصفه تعجبكم وجربوه، صدقوني بصوا هيعجبكم جدا جدا. بس جربوه كمان بالفاكهه تكونوا اولادكم بتحبها. دي اللي انا قلت لكم ان انا حركتها يعني خرجتها من العلبه بميه سخنه، فحسيت ان هي فكت قوي شكلها مش ظريف في التصوير، فقمت بقى مجربه في واحده تانية كانت حلوه جدا، هتشوفوها معايا دلوقتي. عايزه اقول لكم لما تبداوا تعملوا الايس كريم ده اعملوا الفانيليا مع فراوله، او اعملوا الفانيليا مع المانجا. طبعا المانجا قربت تطلع فخلاص هتكون منتشرة في السوق، فجربوها هي والفراولة حلوة جدا 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 للأمانة. دي الكوباية التانية اللي أنا خرجتها بدرجة السخونة بتاعت إيدي بس. بصوا كان شكلها حلو جدا. معمول طبقات بس انتوا حاولوا ان انتوا تظبطوها كويس. على رواقة كده هتلاقوها حاجة يعني شكلها ظريف جدا. عايزة اقول لكم الخوخ كان شكله مش ظريف بالنسبة لي يعني. في ناس بتحب الخوخ جدا، انا لا مش بفضله للامانه. بس انا بحب الفراوله قوي، وجربتها هي والمانجا حاجه كده خيال بصراحه. عايزه اقول لكم ان فعلا المانجا والفراوله كانك جايبه ايس كريم من مكان فخم يعني ليه اسمه. اتمنى فيديو بقى النهارده يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو ليوميات حنان، واسيبكم في رعايه الله. وكانت معكم حنان اللول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.